جهز لي حالك يا زين، لأنك قلت كلام ما ينسكت عنه. كثرة المقاطع اللي بتنزل عن وايت 444 من الآخر أعطيكم إياها ما إلها أي داعي نهائيا. أتوقع أنه حاليا بعد ما شفتوا لعب وايت مش ضروري إنكم تحكوا عنه هاكر، شخص محترف جدا داخل لعبة فري فاير وعارف تفاصيل اللعبة. بعد الفيديو الأخير اللي متأكد أنه معظمكم شافه، واللي أكدت فيه للجميع أنه وايت هاكر 100% بدون ما أفسح أي مجال للتساؤلات، لكن الموضوع ما عجب بعض اليوتيوبرز. كذا قرر أحد اليوتيوبرز، واللي هو اليوتيوبر زين واللي متأكد أنه أغلبكم يعرفه، برد على الفيديو حقي ويقول فيه أنه وايت مو هاكر. قبل كل شيء عزيزي المشاهد لازم تعرف انه انا وزين اصحاب، حتى اننا نزلنا فيديو مع بعض، وهو حرفيا كلمني قبل لا ينزل الفيديو، وانا قلت له اوكي، وانا قلت له اني راح انزل هذا الفيديو، لكذا ما بيننا اي مشاكل، الموضوع كله عبارة عن اختلاف في الاراء. خلونا نشوف فيديو زين مع بعض ونرد عليه حبة حبة. مثل ما انتم شايفين باخر فترة في كثير ناس منزلين عن وايت انه وايت لا يلعب الا بالهاكر. انا ما بعرف بصراحة ليش عملت هذا المقطع، ولكن بالنهاية في نقطة اساسية لازم الكل يفهمها. كثرة المقاطع اللي بتنزل عن وايت 444 من الآخر أعطيكم إياها ما إلها أي داعي نهائيا. اوكي، بما انها المقاطع اللي تنزل عن وايت ما لها اي داعي نهائيا، انت ليه منزل الفيديو تبعك؟ ما هو الفيديو عن وايت نفسه. بس اوكي، خلونا لا نستعجل بالكلام ونشوف ايش وده يقول لنا اخونا زين. إذا كان هذا الشخص بيستخدم الهاكر أو ما بيستخدم الهاكر، أنت نفسك حبيته. هذا الشخص كثير تعب على قناته، إن كان بيستخدم هاكر أو ما بيستخدم هاكر ما إلنا أي دخل فيه نهائيا. إلا لنا دخل فيه يا حبيبي يا زين. حتسألني كيف لنا دخل فيه؟ أنت مسلم يا زين وأنا مسلم وكلنا هنا مسلمين، وكلنا عارفين أنه الإسلام أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحكيت هذا الشيء مسبقا بقناتي اللي راحت، بل فيها آية كاملة نازلة عن الناس اللي تعرف عن الحق وتكتمه وتتكلم عن العذاب اللي بيحصلونه، والمفروض أنك عارف هذا الشيء قبل لا تقول هذه الكلمة. فكيف تقول أنه ما لنا دخل فيه؟ حيجيني واحد ويقول لي طيب هذه اللعبة يا مهدي أنت ليه مكبرها لهذا الحد؟ أنا والله أستغرب من الناس اللي تقول أنه الدين ما يدخل في أمور حياتنا. لا يا حبيبي، الدين يدخل بكل جوانبنا الحياتية، حتى وإن كان اللعبة اللي تحسبني مكبرها عشانها خلته يوصل الأرقام عالية ويحصل أرباح، والله العالم إيش حكم هذه الأرباح اللي هو جالس يحصلها. اللعبة اللي تحسبني أنا مكبر الموضوع عشانها جالسة تخلي وايت يبيع إعداداته وهو هاكر أساسا، وفيه الكثير من الناس البريئة اللي جالسة تدفع فلوس بخسارة. خلونا نكمل. يعني مثلا بعد كل هاي اللقطات اللي انت بتشوفها يا عزيزي المشاهد على مقاطع باليوتيوب، ممكن بأي وقت واحد منكم يكتب لي تحت بالتعليقات كيف عندك كل هاي السلاسة انك تضرب كل هذول الناس هيدشوت. وفعليا كثير ناس كتبوا لي انت يا زين بتستخدم هاكر، ولكن انا بالاساس ما بعرف شو يعني اشي اسمه هاكر، هل تعلمون ذلك؟ أنا آسف والله يا زين، لقطاتك حلوة وكل شيء، بس يعني أنت حرفيا مجرد جايب لقطات هيدشوت ومجمعها مع بعض. أي لاعب يقدر يسوي هذا الشيء، أنا أقدر أسوي هذا الشيء، هي خذ لك. لا أنت ولا أنا لاعبين مشكوك فيهم، لأن بكل بساطة لقطاتنا عادية، ما تقدر تقول إنك لاعب مشكوك فيه. تعرف مين اللي مشكوك فيه فعلا؟ اللاعب اللي مشكوك فيه هو اللاعب اللي دخل ضد 50 لاعب لحاله، وعاد جالسين يلعبون بأسلحة، مو زي فعاليات اليوتيوب يوم يقول لك لعبت ضد 100 لاعب أو 50 لاعب وهم حرفيا بدون أي أسلحة. لا يا حبيبي، كلهم عندهم أسلحة، وقتلهم ال50 كلهم هيد شوتس. هذا اللي تقدر تقول عنه انه مشكوك فيه، مو انت يا زين. خلونا نكمل. ولكن انا بالاساس ما بعرف شو يعني اشي اسمه هاكر، هل تعلمون ذلك؟ يب اكيد ما تعرف عن اي شيء اسمه هاكر، والا ما كنت حتسوي هذا الفيديو. وحاليا وبنفس الوقت انا ما بدافع عن وايت نهائيا. بنبتدي مع بعض مع حجم الانجازات اللي قدمه وايت لشركة فري فاير. يا ترى كم لاعب صار يلعب لعبة فري فاير بسبب وايت 444؟ ويت
ويت يا زين، حجم الانجازات اللي قدمها وايت لفري فاير انت واعي على اللي جالس تقوله؟ شركة فري فاير بكبرها عندها اكثر من مليار تحميل، جوها لاعبين كثيرين بسبب وايت اللي حرفيا مشتركينه للحين ما تعدوا ال5 مليون. ان كان في حد قدم خدمة للثاني فهي فري فاير قدمت خدمة لوايت مو العكس، لان فري فاير شركة جدا كبيرة. ما يصير تقول انه يوتيوبر عنده 5 مليون خلى الكثير من اللاعبين يلعبون فري فاير اللي حرفيا عندها اكثر من مليار تحميل. كلامك مو منطقي اطلاقا. هزيمة وايت 444 على اللاعب البرازيلي نوبرو. المقطع كم مشاهدات وصل؟ المقطع كم تعليقات وصل؟ كيف لمقطع واحد انه يجمع كل يوتيوبرز فري فاير فيه؟ طبعا انا مو فاهم ايش دخل تعليقات اليوتيوبرز بالموضوع حق انه وايت هاكر، لكن خلني ارد عليك برضو. ويب فيه مقطع جمع يوتيوبرز كثيرين عنده. ادخل الحين على اليوتيوب وابحث عن DBLN وادخل على الفيديو تاعه، خلنا نحسب كم تعليق يوتيوبر عنده. 40 تعليق يا حبيبي زين، وهو يوتيوبر عربي بالمناسبة. فيب في مقطع يوتيوب جمع كل يوتيوبرز فري فاير، بل اتحداك انها تطلع لي مقطع واحد الوايت فيه اكثر من 40 تعليق اليوتيوبرز، ما راح تلقى بكل بساطة. من الاخر اعطيكم اياه، هل في شخص عربي عمل اللي عمله وايت؟ اي نعم، في اشخاص عرب عملوا اللي عمله وايت زي DBLN، او اذا ودك يوتيوبر جلد فعندك BNL، يوتيوبر محترف ما شاء الله عليه وما يستعمل الهاك وجايب مشتركين حتى اكثر من وايت. استغربت من تعليقات العرب على قناته بينما الغرب كلياتهم بيكتبوا له ارجع. اللي افهمه هنا من زين انه جالس يقول انه احنا كعرب اشخاص محطمين والاجانب افضل مننا ويدعمون الاشخاص. ونعم هنا ايضا انت اخطأت يا عزيزي زين، لانه احنا العرب هم اكثر ناس يدعمون، واتوقع 40 تعليق من يوتيوبرز مختلفين اغلبهم عرب في قناة DBLN وضحت لك هالشيء. حنا نحب ندعم الاشخاص المميزين، غير كذا اساسا وايت ما كان حيطلع للشهرة. وبعيدا عن انك عممت وكلنا نعرف ان التعميم غلط، في عرب كثيرين يحبون وايت وفي اجانب كثيرين يكرهونه بالمقابل، لكن الشيء اللي خليني أنا والكثيرين مثلي نتكلم عن وايت ونقول إنه هاكر لأنه بكل بساطة هذا واجبنا كمسلمين، إننا ما نكتم الحق. خلونا نكمل بالله. وايت 444 كثير بتعب داخل مقاطعه باليوتيوب يا جماعة. المونتاج اللي وايت بيستخدمه داخل قناته باليوتيوب من أصعب المونتاج اللي انتو حاليا بتشاهدوه. أنا عندي خلفية كبيرة عن المونتاج، ولكن إذا بدي أعمل مثل المقطع اللي وايت بنزله على قناته باليوتيوب أقل إشي فعليا بدي من شهر لشهرين بس بالمقطع الواحد. أوكي شهر إلى شهرين أحسها مبالغة شوي، لكن خلونا نركز بالنقطة الأساسية اللي هي إنه وايت يتعب بفيديوهاته. أنا برضو عندي خلفية كبيرة عن المونتاج يا أخوي زين، أو أبي أصدمك في معلومة اللي هي إنه وايت ما يصمم فيديوهاته بنفسه. مصدوم صح؟ نعم، وايت ما يمنتج فيديوهاته بنفسه. لو تمشي الحين على فيديو اسمه Like Old Days في قناة وايت راح تلقاه أول فيديو الوايت يمنتج فيه مونتاج قوي، وكل فيديوهاته اللي قبل هذا الفيديو ما فيها مونتاج قوي. حتسألني ليش؟ لأنه بكل بساطة وايت كان يمنتج الفيديوهات القديمة بنفسه، وبعد ما اشتهر تمكن ماديا لدرجة انه يجيب شخص يمنتج بداله. ما اقتنعت صح؟ طيب ادخل الفيديو اسمه Never Die وراح تلقى بالتعليق المثبت تعليق ريوك يقول فيه Edit by ريوك، يعني وايت جاب ريوك بنفسه يمنتج له، ما حيجيب لك ناس عاديين يمنتجون. هذا شيء اغلب الناس تعرفه اصلا، ما اعرف ليه انت منشنته بالفيديو تبعك، بس يلا خلينا نكمل. ما في ولا اي يوتيوبر داخل لعبة فري فاير الا وعمل ردة فعل على لعب وايت، حتى نوبرو اللي انهزم من وايت عمل ردة فعل على لعب وايت. لذلك عزيز يا زين هذا الفيديو مؤكد، ما ادري كيف مشت عليك، لكن يب هذا الفيديو مؤكد. جابوا لقطة من بث مباشر النوبرو وحطوها على فيديو وايت، وحتى صاحب الفيديو اللي ان جايب الفيديو من عنده اللي اسمه مستر دامينو مدري ايش، كاتبين له في التعليقات نايس عشت ايدك على التركيب. حتى في واحد قال له تركيبك كويس ورد عليه بقلوب. حتى صاحب الفيديو ما انكر، لا مستانس انه الناس عاجبهم تركيبه. فاتمنى انها تتاكد من معلوماتك قبل لا تحطها بالفيديو تبعك يا زين، خصوصا انك عندك قاعده جماهيريه جدا كبيره، فالمفروض تتاكد من اي شيء تبي تقوله. زين طب هل وايت هاكر ولا لا؟ الطريقه اللي وايت بيلعب فيها وحتى السرعه اللي وايت فيها، وايضا الحركات الاسطوريه اللي وايت بيعملها اثناء اللعب، اتوقع انه حاليا بعد ما شفتوا لعب وايت مش ضروري انكم تحكوا عنه هاكر. شخص محترف جدا داخل لعبه فري فاير وعارف كل تفاصيل اللعبه،
شخص محترف جدا داخل لعبة فري فاير وعارف كل تفاصيل اللعبة. طيب يا زين انا جالس اطلع لك بالدلائل، انت جالس تعطيني بالمقابل الكلام العاطفي. ما يصير تفد الدلائل بالكلام العاطفي. انا برضو اقدر اعطيك كلام عاطفي واقول لك انه لا والله انا ما احب وايت واكرهه رغم اني ليس كذلك، لكن الزبدة انه الكلام العاطفي ليس بدليل يا زين. وقدر انه يعمل فيها اشياء حتى شركة فري فاير صارت تقلدها. يا زين يا زين يا زين، سكن وايت الأرنب موجود قبل لا يطلع وايت بكبره. وإذا فري فاير قررت تنزل سكن فحيكون واحد من اثنين، يا أنها تبي تنزل سكن جديد عشان الأرباح تجيها، يا أنها الناس طلبوا من عندها. وأكيد قاعدة وايت الجماهيرية طلبوا منهم بإلحاح أنه ينزلون تطويرات لسكن وايت. صدقني يا زين أنه فري فاير ما مهتم الوايت. يا شيخ فيه يوتيوبر أجنبي عنده 38 مليون مشترك، شوي ويطخ ال 40 مليون وهو بس بمحتوى فري فاير. ليه ما تأثرت فيه فري فاير مثلا؟ خلونا نكمل. وإذا كان وايت هاكر، طيب ليش شركة فري فاير بتخليه دائما يشارك داخل البطولات؟ يوبا هيد شوت هاي راسي هاي كفو تاج الملك. لا خلاص الحلوى والمزيكا والدلاع والكيس خلاص نقعد نعلق على وايت. رجعنا للأدلة المغلوطة. هل تعلم يا عزيزي الزين انه فري فاير ما دخلوا وايت اي بطولة رسمية؟ والفيديو اللي انت مطلعه بالفيديو تبعك هو من قناة عبدو المعلق اللي كلنا نعرفه، وكانت بطولة محلية بين يوتيوبرز. قارينا فري فاير ما لها اي دخل بالموضوع، يعني بكل بساطة يوتيوبرز نظموا بطولة مع بعض ولعبوها. فاذا كلامك في هذه النقطة غلط، لان فري فاير ما دخلوا وايت اي بطولة مسبقا، واعني هنا بالبطولات الرسمية. ليش حسابي ما تبند؟ خصوصا انه وايت عندي صديق داخل اللعبة وكثير كنت العب معه. كيف حساب وايت الوحيد اللي تبند داخل اللعبة وحساباتنا ولا صار عليهم اشي؟ كيف وايت 444 بيلعب مع اكثر من يوتيوبرز بمقاطع كثير وبصوروا معاه وحساباتهم على الاقل ما تعرضت للتهديد فقط؟ اوكي، واخيرا كلام منطقي بعيدا عن العاطفة. هون زين جالس يسأل سؤال ويقول انه كيف حسابات وايت هي فقط اللي قاعدة تتبند، وان حسابه وحساب باقي الناس اللي يلعبون معاه ما جالسة تتبند. بكل بساطة يا عزيزي زين، الموضوع ما يمشي زي ما انت متخيل. لو تمشي الحين على احصائية سوتها فري فاير بشهر ابريل، راح يقولوا لك فيها انه في اكثر من 3.5 مليون حساب مبند، وكلهم تم تبنيدهم بفعل الهاك. ما ذكروا ابدا انه في حساب منهم تم تبنيده بسبب انه لعب مع شخص هاكر. خلنا نشوف هذا الفيديو قدامك اللي منزلينها فري فاير على قناتهم الرسمية، واللي بنفسهم حيردون عليك ويقولوا لك كيف يتعاملون مع الاشخاص اللي يلعبون مع هاكر. Dear survivors, in 2022, we have done a series of anti-hack actions to combat hackers. I would like to invite all of you to participate in this mission as we punish cheaters more aggressively. Looks like we've caught a hacker with our newly enhanced anti-hack strategy. Let's see what he's got. With our upgraded detection methods, we can confirm that this is a hacker and will ban this account immediately. Rest assured, we will only ban cheaters with concrete proof. Let's check the match history and see if there's any wrongdoing, such as intentionally teaming with hackers. Teaming with hackers to boost up in rankings will be punished as well. Some players have teamed with the hackers many times to rank up. For such players, their rank will be reset to bronze. They may also receive other punishments, such as not being able to join others' teams or getting banned from the ranked matches for a short time. This is an unprecedented anti-hack operation. We are inviting all of you to act as supervisors for this operation. نعم يا عزيزي زين، الأشخاص اللي يلعبون مع هاكر ما تتبند حساباتهم، ينزلون من الرانك فقط، إلا الأشخاص اللي يكررون هذا السلوك أكثر من مرة ويقضون طول حياتهم يلعبون مع هاكر. وقتها قارينا فري فاير تقول لهم لا يا حبيبي خلاص سويتوها عاد. خلونا نكمل. هذا حساب وايت من أصل 20 حساب راح تشوفوهم داخل هذا المقطع، والشغلة اللي ظاهرة أمامنا إنه من 30 يوم مسكر اللعبة. بس في شغلتين لازم نعرفهم، الأولى إنه لازم نشوف نسبة الهيدشوت داخل حساب وايت، والشغلة الثانية إنه ناخذ الأي دي تبع حساب وايت ونروح على مركز الفحص ونشوف هل الحساب مبند أو لا. خلينا نروح على عدد الكيلات الكلي عنده ونشوف نسبة الهيدشوت العامة عنده. وبأول حساب نسبة الهيدشوت عنده 68%، وهاي النسبة تعتبر طبيعية جدا للاعب الكل بيتهموا بالهاكر. المهم حاليا باقي علينا شغلة
شغلة واحدة، وهي انه ناخذ الاي دي تبع حساب وايت ونشوف اذا هذا الحساب متبند او لا. اول ما احط الاي دي انا عارف شو راح يعطيني تحت، راح يعطيني انه الحساب متبند، مكتوب تحت بالضبط انه هذا الحساب قاموا بتبنيده بسبب الهاكر اللي كان يعمله داخل اللعبة. واي دي الحساب قدامكم ايضا، انتم بتقدروا تفحصوه بايديكم. خلينا نفوت على طول على حساب وايت الثاني. نسبة الهيدشوت عنده داخل هذا الحساب 49%، وفعليا مثل ما انتم شايفين داخل حساب الشركة الرسمي الحساب مبند بسبب الهاكر، وهيك صار حسابين. اوكي، الشيء اللي جالس يسويه زين هنا انه جالس يورينا الحسابات حق وايت والنسب اللي فيها، وبالمقابل يورينا انها متبندة ويقول انها النسب هذه طبيعية. فاذا ليش حسابات وايت تبندت؟ كلام منطقي اخر. لكنك نسيت شغلة مهمة جدا يا زين، وانا متأكد لو انك تذكرتها ما كنت حتطرح علينا هذه النقطة اساسا. هل تعلم يا عزيز زين ان حسابات وايت المبندة هذه هو يشتريهم؟ اكيد تعرف، لانه اكيد ما راح يقعد يبني لك حساب من الصفر كل ما تبند له واحد. لا طبعا، شخص مثل وايت ما يصعب عليه شراء اي حساب، فبكل بساطة لما يتبند حساب راح يجيب لك حساب جاهز ويكمل لعب فيه. يوم تدخل على الاحصائيات هذه راح تلقاها احصائيات طبيعية، لانها بكل بساطة هذه اصلا احصائيات لاعبين طبيعيين. هذه احصائيات الناس اللي كانوا يلعبون في الحسابات قبل لا وايت يشتريها منهم. تخيل انه في حساب نسبة الهيدشوت فيه 22%، في حساب نسبة الهيدشوت فيه 21%، في حساب بالكلاش سكواد نسبة الهيدشوت فيه 13%. هل برأيك شخص مثل وايت عليه اتهامات بالهاك كثيرة لأنه يجيب هيدشوت مو طبيعي ممكن يجيب نسبة هيدشوت 13%؟ لكيف أتأكد يا عزيزي زين ويا عزيزي المشاهد أن هذه حسابات وإحصائيات ناس طبيعية؟ لأنها بكل بساطة وايت يشتريها منهم ويبدأ يلعب رومات، وكلنا ندري أنه الرومات ما عليها أي إحصائيات أو نسب ممكن نشوفها. وايت عنده حساب واحد فقط بناه من الصفر بنفسه، وهو الحساب اللي شهره وسيمون زي ما خبرتكم بالفيديو اللي راح. والحساب هذا لو نروح ونشوف نسبة الهيدشوت حقه راح نلقاها 77%، أي ما يقارب 80%. والصدمة الأكبر هنا أنه جاب هذه النسبة ب 15,000 كيل، وكلنا نعرف أن هذه مو بإحصائيات طبيعية للاعب طبيعي، وأي حد عنده خبرة بفري فاير راح يعرف هالشي زين. بل لو نمشي عند يوتيوبرز الجلد الطبيعيين ونشوف نسب الهيدشوت حقهم، زي فينشينزو عنده 38%، زي BNL عنده 43%، زي مستقعدين عنده 40%. فهل 80% هي شيء طبيعي بالنسبة لك؟ وايت دخل على كلان علي عمر بواسطة اختبار، وحاليا الحساب خارج كلان علي عمر، والحساب اصلا مش داخل ولا اي كلان. طيب ليش زين؟ ومثل ما انتم شايفين الحساب تبند. طيب ليش علي عمر ما طلع بمقطع داخل قناته وقال انه انا دخلت على كلاني واحد هاكر وطلعته من اللينك؟ يا اخوي يا زين الله يهديك، هل برأيك انه من مصلحة علي عمر انه يطلع ويقول انا دخلت معاي واحد هاكر؟ هل برأيك من مصلحة يوتيوبر كبير يقول انه والله انا نصبت عليكم والشخص اللي جبته معاي كان شخص هاكر؟ هل برأيك من مصلحته انه يقول هذا الكلام؟ انت شخصيا يا زين لو كنت مكانه ما كنت حتسوي هذا الشيء. خلونا نكمل. لما اطلع بمقطع واقول انه وايت هاكر لازم اكون متأكد 1,000,000% انه فعليا وايت هاكر. لما اطلع فيديو واقول فيه انه وايت مو هاكر لازم اكون متأكد 100% انه وايت مو هاكر، وما اجيب دلائل مزيفة طبعا. وبرجع وبذكركم اني حكيت لكم انه نفس شركة فري فاير صارت تقلد وايت بالسكنات، وارجع واذكركم انه قارينا فري فاير don't give a shit about white 444. ليش حسابات وايد بتتبنى؟ بسبب هذا السكن اللي انتم شايفينه امامكم على الشاشة يا اساطير. قلت لكم قبل انه وايت كثير بيتعب على مقاطعه، حتى بالمونتاج ايضا، وحتى بالسكن اللي ايضا بلبس. ولكن ليش لحد الان ما سألتوا حالكم انه ليش وايت بيستخدم سكنات مش موجودة داخل اللعبة؟ وهاي هي النقطة الرئيسية اللي كانت اساسا بانتشار مقاطع وايت بشكل كبير. اكثر الشغلات اللي بتخلي وايت دائما متميز بقناته باليوتيوب واللي ما في اي شخص قدر انه يعملها انه صمم لنفسه سكن الارنب وايت. اوكي، اللي جالس يقوله هنا اخونا بالله زين انه سبب تمنيد 20 حساب كاملين هم عبارة عن السكنات اللي كان وايت يحطهم. هذا الكلام مو بس اخوي زين قاله، فيه كثير من التعليقات وصلتني عن الفيديو الاخير وقلت انه ما له داعي ارد عليها لاني توقعت انه الجواب واضح. عزيزي المتابع تخيل معايا انه انت يوتيوبر وكل الناس عندها شكوك عليك انك هاكر، يوم تبند لك اول حساب ولنفرض انه عن طريق الملابس، المفروض انك لما تلعب بالحساب الثاني ما ترجع تعيد نفس الغلطة، صح ولا لا؟ صح. عشان ايش؟ عشان تلفي التهم عنك. هذا شيء طبيعي ممكن يسويه اي شخص طبيعي. هل راح ترجع تعيد هذه الغلطة مرة ومرتين وثلاث واربع و20 مرة؟
لا طبعا يا حبيبي، وايت ما يقدر يوقف هذا الشيء لأنه بكل بساطة الأمر معقد أكثر من كونه ملابس. وايت تبند له 20 مرة 20 حساب مختلف بسبب الهاكر اللي يستعمله، وليس بسبب سكنات الملابس اللي هو يستعملها، لأنه بكل بساطة كان يقدر يوقف وينهي الشكوك عنه. تذكر الإحصائية اللي حنا تكلمنا عنها اللي تتكلم عن 3.5 مليون حساب مبند؟ لو انك ترجع لها حتلقى جميع طرائق التبنيد. قارينا فري فاير عندها القدرة انها تحدد السبب الفعلي المسؤول عن تبنيد الحساب، في يوم يطلعوا لك انها احيانا فيه لاعبين يخترقون، فيه احيانا لاعبين يغيرون ملابسهم، وفيه احيانا لاعبين يتبندون بسبب طلقات الرأس. هم عارفين عن ايش جالسين يتكلمون. بل أزيدكم من الشعر بيت، فكرة إنه وايت كان مفعل سكريبت سكنات الملابس في كل حساباته هي فكرة خاطئة وزرعوها اليوتيوبرز بأغلكم. فيه الكثير من حسابات وايت اللي ما كان مفعل فيها هذا السكريبت. هذا أحد الحسابات على سبيل المثال. لو نشوفه من منظور المشاهد ومن منظور وايت نفسه راح نلقى السكن بدون أي سكريبت وبدون أي تعديل، واللي بالمناسبة الحساب تبند أثناء ما كان يلعب في هذا السكن، وهذا حساب واحد من أصل حسابات كثيرة وايت ما كان مفعل فيها سكريبت الملابس. وبالنهاية قل خيرا أو اصمت. وفي النهاية قل خيرا أو اصمت.